السلام عليكم، يعطيكم العافية. انتهت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، فوز مستحق لريال مدريد. ريال مدريد كان يستاهل يفوز أكثر من هيك. أيضا مانشستر سيتي وغوارديولا لازم يكونوا مبسوطين بهذه النتيجة. نعم، نتيجة ممكن تكون ممكن سعيدة لريال مدريد، لكن بصراحة لو تروح وتحضر ملخص المباراة وتعيدها وتشوف الفرص اللي ضاعت لريال مدريد، راح يتندموا لاعبين ريال مدريد بشكل كبير جدا على الفرص اللي اهدروها. ريال مدريد كان قادر اليوم زي ما حكيت بيفوز 5 و6 و7، لكن غوارديولا كان بعض الشيء يحاول يعمل اشياء جديدة، اشياء ممكن تفاجئ ريال مدريد. غوارديولا في هاي المباراة بنعطيه 50%. يعني الشوط أول قدم في أداء جيد، في الشوط الثاني رجع مانشستر سيتي اللي بيلعب من بداية الموسم بنفس الطريقة. نعم، ريال مدريد في الشوط الأول كنا متوقعين أنه ممكن ريال مدريد يعني يفاجئنا بشيء. أنشيلوتي فاجئنا بالضغط. أكيد هو حاضر المباريات الماضية للسيتي وشايف الأخطاء اللي عند مانشستر سيتي، كان ممكن يلعب عليها وممكن يعمل ضغط عالي. يعني احنا الأسبوع الماضي حضرنا مباراة بين السيتي وأرسنال. مانشستر سيتي صراحة أمام أرسنال يعني مباراة كانت سهلة لأرسنال جدا، فقط اضغط عليهم في مناطقهم لمانشستر سيتي. أرسنال كان يعمل ضغط عليهم، ياخذ الكرة منهم يسجل، لأنه مانشستر سيتي فاقد الثقة، لاعبينه خارج إطار كرة القدم. غوارديولا ضايع وتايه وشكله مركز مع مرته كثير وطلاقها، وهذا الشيء واضح جدا من بداية الموسم. مانشستر سيتي لا يقدم كرة قدم سليمة. ريال مدريد اللي دوري الأبطال مختلف. خلينا نكون منطقيين، في هذه البطولة ريال مدريد بيدبر حاله. أنا دائما بحكيها، ريال مدريد بيدبر حاله، سيء جيد يفوز، بالنهاية هو يجيب لك المباراة. هذا الشيء المطلوب في دوري الأبطال ويفعله ريال مدريد في مثل هذه المباريات. بداية المباراة ريال مدريد دخل بتشكيل هو الأنسب والأفضل الموجودين حاليا في النادي. ريال مدريد بقلوب الدفاع شفنا تشاوميني، شفنا بجنبه أسينسيو، على اليمين كان فالفيردي، وهذه كان التغيير الكبير الواضح جدا لغياب فاسكيز وكارفاخال. شفنا على اليسار مندي، وفي وسط الملعب لعب بكامافينجا، سيبايوس، بيلينغهام. وعجبني وسط الملعب، عجبني انه اختيارات انشيلوتي كانت مميزه جدا في هذه النقطه. كان في وسط الملعب هذول افضل ثلاث ممكن يقدمون لك ادوار مختلفه في وسط الملعب. وفي الهجوم شفنا رودريغو، فينيسيوس، مبابي. مانشستر سيتي دخل بتشكيل اللي هو ممكن الافضل والاجهز زي ما حكى غوارديولا قبل المباراه. نعم، في قلوب الدفاع كان هناك روبن دياز وآكي، وعلى اليمين شفنا أكانجي اللي يروح مع فينيسيوس هناك، وعلى اليسار كان غوارديولا. في وسط الملعب في مانشستر سيتي شفنا برناردو سيلفا، دي بروين، وستونز، وشفنا في المقدمة سافينيو، هالاند، وعلى اليسار كان جريليتش. بصراحة المباراة بدأت بكل هدوء، مانشستر سيتي مستحوذ زي ما كنا متوقعين. مانشستر سيتي بيحاول يدور الكرة بشكل كبير جدا وياخذ ريال مدريد لمناطقه ويضرب العمق اللي في ريال مدريد السيء جدا في الحالة الدفاعية. هذا الشيء اللي بنعرفه بالتأكيد. لكن مانشستر سيتي كان بيدور الكرة كثير، ريال مدريد ما بيضغط. وانشيلوتي فاجأنا صراحة، أنا تفاجأت أنه قلت انشيلوتي ممكن يعمل تغيير، لازم يضغط حتى يأخذ شيء من هذه المباراة. ما عمل ضغط، ما أخذ الشيء اللي بده إياه. لكن كان أخطاء مانشستر سيتي بالصعود بالكرة كانت واضحة جدا. ريال مدريد عامل ضغط في وسط الملعب، مش متقدم بشكل كبير جدا، لكن مانشستر سيتي لما كان يطلع بالكرة كان لا يصل مرمى ريال مدريد بشكل كبير. وكانت الكرة لما تصير مع ريال مدريد في مناطق ريال مدريد يعملوا تحولات سريعة، وهذا الشيء اللي أدى بعض الفرص في أول ربع ساعة ثلث ساعة. شفنا ريال مدريد ضيع 3-4 أهداف بشكل سريع جدا، وقلنا ممكن ريال مدريد يندم على هذه الفرص. لكن بعد ذلك بعد مرور ثلث ساعة تقريبا مانشستر سيتي سجل هدف. ولكن في شيء كان مستغرب في المباراة في الشوط الأول، تحركات ستونز وغوارديول. غوارديول كان في الشوط الأول خرافي، أفضل لاعب في الشوط الأول كان غوارديول، مش طبيعي كان بصراحة. كان ملخبط حسابات ريال مدريد، على الوسط كله متجمع بيتناقل الكرة بشكل جيد بسلس، لكن ما في صعود بالكرة بشكل مباغت، بشكل سريع، بشكل يفاجئ ريال مدريد، لأنه هناك تحركات بطيئة. مانشستر سيتي هذا الموسم مش عارف يتمركز بشكل صحيح بالصعود بالكرة، هذا شيء. وبالصعود بالكرة كان سيء جدا، يعني مانشستر سيتي بيعاني معاناة كبيرة جدا بهذا الموضوع. لكن الشيء اللي كان يركن عليه هو المفاجأة، شغلة مفاجأة بتعملها أنت. يعني برناردو تحركاته معروفة، دي بروين معروفة، ما شفنا جريليتش يحاول يروح على المرمى بشكل كبير لأنه ما في دعم من خلال الوسط. الشيء اللي شفناه بالهدف هي لقطة الهدف اللي جت، انه شفنا كيف تحرك غوارديول، سلم الكره لجريليتش، جريليتش دخل مباشره، حاول يشوف لاعب مفاجئ في منطقه ريال مدريد
لقى مين؟ جفارديول، اعطاه الكره من فوق المدافعين، وفي حاله استثنائيه شفنا جفارديول وهالاند صاروا بالجول وسجل الهدف الاول. جفارديول هو كان مفاجاه الشوط الاول. سيتي كان جيد، يعني افضل من مباريات كثير هذا الموسم حضرناها له، شوط كان جيد لهم، لكن ريال مدريد كان يلعب بطريقته، بسكر دفاعاته، بيلعب على المرتده، بيلعب على المساحات اللي بيلاقيها في مانشستر سيتي، وبالتاكيد لقاها ولقاها في اكثر من مره. ريال مدريد كان يضغط بطريقه عشوائيه، يعني كان ضغطه سيء، ما كان يعمل ضغط جيد. لو كان يعمل ضغط جيد كان يغلب مانشستر، ومع ذلك بالضغط السيء كان ريال مدريد لما يلعب بالكره الطويله كان يوصل لمرمى سيتي، وهذا الشيء شفناه كثير في الشوط الاول، ما كان كثير زي الشوط الثاني اللي راح نجيكم الان عليه. الشوط الاول ريال مدريد ما قدر يترجم الفرص اللي جته، 3-4 فرص كان فيه 3-4 اهداف، يعني كرات سهله وضاعوها بشكل برعونه كبيره جدا. في الشوط الثاني ريال مدريد صعد الرتم شويه، يعني كان في بعض اللقطات نشوف جوارديولا ينادي على لعيبته انه اهدوا، العبوا باص، اركنوا المباراه 1-0 كويسه وبنمشي الامور. هذا الشيء كان عيب في مانشستر سيتي، ترى مش نقطه ايجابيه، لانه مانشستر سيتي مش قادر يمشي بالمباراه، مش قادر يلعب برتمه، مش قادر يلعب باسلوبه القديم، مش الموسم الحالي، اسلوب اللي السنه الماضيه. هذا شيء واضح جدا. وريال مدريد استغل نقاط القوه اللي بيلعب فيها، مهاجمين السريعين، مهاجمين كانوا مميزين جدا، صعود فالفيردي على اليمين كان جيد، وقوف مندي في الخلف بشكل جيد، ما خلى مانشستر سيتي بيطلع طلعات سريعه وبنشوف هجمات مباغته. هذا الشيء هدى المباراه، خلى ريال مدريد بيطلع بالاسلوب اللي بده اياه. ريال مدريد عادل النتيجه، وهون حكينا انه الان شو بده يعمل مانشستر سيتي. مانشستر سيتي ما عنده بس يدور الكره، ما عنده شيء يقدمه، يعني فريق واقف في الملعب بصراحه باسلوب يعني كلاسيكي، اسلوب ممل. الفريق مش قادر يطلع بالكره لقدام بشكل جيد، فقط على الاطراف ممكن كره مباغته من سافينيو، ما بنعرف شيء، ما بنعرف شو بيقدمه. دي بروين في الشوط الثاني وقف، حرفيا وقف. لعيبه مانشستر سيتي في الشوط الثاني هبطوا بدنيا بشكل رهيب جدا، يعني شفنا لاعبين السيتي الشوط الثاني سيئين جدا جدا بدنيا، واضح الفريق هذا الموسم يهبط بشكل واضح. ما بعرف جوارديولا شو بيدربهم. الشوط الثاني شفنا السيتي سيء وريال مدريد لعب بشكل جيد اكثر. ريال مدريد كان اسرع، كان لما يمسك الكره عارف شو بده يساوي. اي نعم ممكن ريال مدريد في بعض الامور سيء، عنده اخطاء كثيره، لكن كان عارف شو بده، كان بده يروح على المرمى بيسجل. هذا الشيء المطلوب منك، انت الان بتلعب خارج ارضك لازم تكون جريء. نعم ريال مدريد كان ياخذ الكره وينقلها بشكل سريع للامام، كانت الفرص تتوالى على مانشستر سيتي. اي نعم لما تجيب فرصه وفرصتين وثلاثه وتهاجم بدك تسجل، وهذا الشيء اللي قدمه ريال مدريد. نعم مانشستر سيتي حصل على ركله جزاء من السماء، يعني كره مشكوك فيها حتى، ومش عارفين هي جزاء ولا مش جزاء، برا المنطقه داخل المنطقه، لكن ريال مدريد عرف كيف يرجع بالمباراة. بعد ما دخل إبراهيم دياز شفنا مودريتش دخل في وسط الملعب، شفنا أنه عمل تغييرات أنشيلوتي، حاول ينشط الهجوم بشكل سريع، لكن ريال مدريد بعد رجعته بالتعادل شفنا مانشستر سيتي بلش اللاعبين يعني بيعملوا شغلات بالحارة ما بنعملها. صراحة مانشستر سيتي هاي اللقطات شفناها كثير هذا الموسم، ما بنعرف، مش لهالدرجة يعني، هلا ماشي أنت سيء بس مش لدرجة أنه ما بتعرف تلعب باص. لعيبه سيتي اخطائهم كثيره جدا في الشوط الثاني. طبيعي جدا انه كره القدم لما تهبط بدنيا راح يصير في اخطاء، تتشتت ذهنيا، ما بيكون بالملعب في شيء بتقدمه. وهذا الشيء اللي عمله مانشستر سيتي، كان سيء ذهنيا في الشوط الثاني، بدنيا الفريق مش عارف يوقف على رجليه. شوط اول كان جيد، انا بالنسبه لي شفت مانشستر سيتي في الشوط الاول كان جيد، ماسك كره وبيتناقلها وسجل هدف، عرف كيف يدير المباراه وعمل كم حركات بجفارديول بستونز. شفنا الحركات المباغته لريال مدريد بزياده العدديه في وسط الملعب، لكن الشوط الثاني هاي الامور تراجعت، هاي الامور قلت. سيتي ماسك كره بعض الاوقات لكن كان ماسكها بسلبيه في ملعبه. ريال مدريد لما كان ينقض على الكره كان يعرف وين يروح، يهاجم المساحات لمانشستر سيتي وكان يوصل للمرمى. ريال مدريد فاز باخر الدقائق عن طريق بيلينغهام، فينيسيوس، امبابي، اضاعوا فرص اليوم، لكن بنفس الوقت هم ندمانين. انا متاكد انه جمهور ريال مدريد كان متندم بشكل كبير، ولاعبين ريال مدريد متندمين انه المباراه كان فيها احساس انه انت بتفوز باكثر من هيك. هذا الشيء كنا متوقعينه قبل المباراه، الاداء والنتيجه. يعني انا توقعت 3-2 3-1، والاداء كنا متوقعينه، اخطاء من الفريقين، لكن من يكون اخطاؤه اقل هو اللي يفوز. والشيء اللي احنا كنا متوقعينه سيتي اسوأ من ريال مدريد. ريال مدريد في عنده اخطاء كثير هذا الموسم، لكن ريال مدريد ما يجي اخطاءه زي اخطاء سيتي. سيتي كثير 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 اخطاءه، وبصراحه ما بعرف بالاياب ممكن الحسابات تختلف، لكن الوضع اصبح صعب جدا على مانشستر سيتي. عوده في الاياب ممكن يغامر يرمي اوراقه بشكل كبير، لكن المشكله مش مساله تكتيكيه فقط، المساله ذهنيه. فريق مانشستر سيتي خارج ذهنيا من كره القدم، واضح جدا، واضح من بدايه الموسم اللاعبين في اشياء مش طبيعيه بتصير بالملعب.
يعني على انا بحكيها دائما بردد هذا الموضوع كثير. سيتي لا يمرر صح، يعني اللاعبين انت شوف لاعب جنبك بيمرر له غلط. يعني الهدف الثالث اللي اجى في سيتي هدف ساذج جدا، يعني ساذج جدا. الهدف التعادل خطأ تمريره من الحارس، اشياء خارج يعني خارج عن المألوف، اشياء بدائيه في كره القدم. يعني تمريره يعني لعيبه ذهنيا مش موجودين. يعني الشوط الاول ممكن كان ماخذهم الحماس وارضهم وجمهورهم، وهذا الشيء ما بعرف شو بدهم يعملوا على ارض ريال مدريد بصراحه، الا اذا ريال مدريد خاف زياده، لانه انشيلوتي نعرف انه مدرب خواف في الملعب، خواف ما بيغامر مش مدربين المغامرين، كلاسيكي وبيحافظ على ادائه طوال المباراه. بالنهايه في دوري الابطال هم يجيبوا له نتائج. في موضوع خروج المغلوب، انشيلوتي بينجح بشكل كبير جدا في هذا الشيء، في كل موسم يكرر هذه النقطه. مانشستر سيتي لو خرج من الدور الماضي افضل له، هذا الشيء كررته اكثر من مره، خروجه من الدور الاول بصراحه افضل له، لانه لا يقدم مستوى جيد الا اذا عملوا مفاجاه في مباراه الاياب من قبل انشيلوتي. انا بصراحه يعني ممكن شوي على جوارديولا، ممكن يكون عنده افكار، لكن انشيلوتي ممكن يعني يدمر الدنيا، وخاصه اذا رجع فاسكس بالاياب. ان شاء الله انه نكون الكل استمتع في المباراه. مباراه ممتعه من ناحيه الفرص وهيك، لكن من ناحيه التحليل والاخطاء الموجوده هي مباراه صراحه يعني ساذجه، مباراه فيها اخطاء كثيره، وهذه ليست ممتعه للتحليل انه انت بتشوف، لانه ما بدك تحكي عن اشياء كثيره، اخطاء متكرره من المباريات الماضيه مكررة في هذه المباراة بشكل واضح جدا، وكنا متوقعينها قبل المباراة. قبل ما بنخلص شفنا انه في مباريات انتهت وقضيت من الذهاب. دورتموند يفوز 3-0 على سبورتنج لشبونه بارضه، فريق باريس سان جيرمان يفوز على بريست 3-0 وايضا بارضه، اذا الاثنين دول تقريبا تاهلوا، فقط ظل يوفنتوس وايندهوفن وريال مدريد يقترب من التاهل ايضا بانتظار باقي المباريات. نتمنى منكم الاشتراك بالقناة، ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم، يعطيكم العافية.